زاوية سيدي بالعموري، هذه الزاوية التي تقع في ولاية البويرة، حيث يتوافدون الناس من كل مكان. الشيخ القائم على هذا الصرح هو الشيخ بن يوسف، الذي سخر حياته تكريما من أجل خدمة الدين وكامل أطياف المجتمع الإسلامي، حيث يتوافدون الناس من كل مكان، وله علم خالص، وخاصة يتبع الطريقة والتفكير الرائد الوسطي المستخلص من خلال العقيدة السنية لمذهب المالكي المغاربي. كما بني مسجدا جديدا أمام الزاوية المباركة العامرة بكامل أطياف المجتمع الذي يهب لتوافد الخيرين، كما أن الذين يذهبون هناك إلى زاوية بالعموري يتطوعون من أجل التنظيف لبيت الله تعالى مع حسن الاستقبال الجميل الذي ينتظره الناس. وهي تقع على مستوى مرتفع الجبل. زاوية سيدي بالعموري، هذه الزاوية التي تقع في ولاية البويرة، حيث يتوافدون الناس من كل مكان. المشايخ القائمين عليها الشيخ بن يوسف والشيخ بالقاسم، وهي قطب جميل، وهي متواجدة ما بين ولاية المسيلة وولاية البويرة، وفي حد بين الولايتين. الشيء الجميل الذين يذهبون هناك من المجتمع ومن الناس الزوار الذين يذهبون هناك يتطوعون لتنظيف بيت الله عز وجل، وخاصة في الساحات الخارجية للزاوية. الذي يذهب هناك يلتقي بأناس يستقبلونه أحسن استقبال، وخاصة عندما يلتقي بطلبة من ولاية أدرار ومن ولاية تيميمون ومن ولاية تامن راست، الذين يذهبون إلى هذه الزاوية لتعلم القرآن الكريم وأحكامه والتجويد والإتقان في مخارج الحروف، وكذا النطق الجيد السليم للقرآن الكريم كما قرأه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كانت رحلتنا إلى زاوية بالعموري اكتشافا للقرآن الكريم وما يحمله القرآن على الأمة الإسلامية جمعاء من خير وبركة وسعة رزق على الناس أجمعين. زاوية بالعموري ترحب بكم.